الصيام وحساسية الأنسولين مفتاح التحكم الحقيقي. ناس كتير بتبص على رقم السكر وتفتكر إن المشكلة في الرقم، لكن الحقيقة إن الرقم مجرد نتيجة. المشكلة الحقيقية في استجابة الجسم، لأن في واحد بياكل لقمة وسكره بيطلع بسرعة، واحد تاني ياكل نفس اللقمة وسكره بيفضل هادي. والفرق هنا مش في الأكل ولا في الكمية، الفرق في حساسية الأنسولين، يعني الجسم بيسمع الإشارة ولا بيتجاهلها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الآية الكريمة بتكرر معنى مهم جدا. العبادة مش جاية تضغط عليك ولا تقدرك ولا تكسر الجسد. الصيام مش مقصوده المشقة، الصيام مقصوده إزالة الحرج وإتمام النعمة. والنعمة هنا مش بس أجر، النعمة كمان صحة واتزان. فلما الصيام يتعمل صح الجسم ما يتعبش، الجسم بيهدى ويرتاح ويفك من اللخبطة والضغط الهرموني. يعني إيه حساسية الأنسولين؟ ببساطة، حساسية الأنسولين يعني الجسم سامع الإشارة من أول مرة. الأنسولين يطلع يقول للسكر ادخل مكانك، فالخلايا تستجيب بسهولة من غير شد ولا مقاومة. السكر يدخل جوه الخلايا ويتحول لطاقة والجسم يهدى ويحس بالراحة. لكن لما حساسية الأنسولين تقل يعني الإشارة بتبقى تقيلة، فالأنسولين يضطر يعلى أكتر عشان يوصل نفس الرسالة. ومع الزيادة دي السكر يفضل بره الخلايا فترة أطول، فيطلع التعب ويزيد الجوع ويبدأ الجسم يخزن بدل ما يحرق. لأن المشكلة هنا مش في الأكل قد ما هي في استجابة الجسم. إزاي الصيام بيأثر على الحساسية؟ الصيام بيأثر على حساسية الأنسولين لأن بيدي جسم فترة هدوء حقيقي، مفيش أكل داخل، مفيش ضغط مستمر، فالأنسولين طبيعي يقل والخلايا بتاخد فرصة ترتاح بعد شغل وضغط طويل. ومع الراحة دي الاستجابة تبدأ تتحسن واحدة واحدة، مش لأن الصيام بيجبر الجسم على حاجة، ولكن لأنه بيشيل الحمل والضغط اللي كانوا مخليين الخلايا تقيلة في الاستجابة. طيب إمتى الصيام بيضيع تأثيره؟ لما الصيام يتحول لفترة منع وبعدين هجوم، فطار مفاجئ، سكريات بدري، نشويات كتير من غير ترتيب، ساعتها الأنسولين بيعلى بعنف والخلايا بتقفل وترجع الحساسية تقل كأن الصيام ما حصلش. عندنا خطأ شائع جدا إن الناس بتفتكر إن قلة الأكل لوحدها كفاية تحسن السكر. مظبوط، قلة الأكل بتدخل الجسم في توتر، الجسم بيحس إنه مهدد فبيزود إفرازات الهرمونات الضاغطة، وساعتها السكر ما بيتحسنش، بالعكس ممكن يتلخبط أكتر. لأن العلاج مش في تقليل الأكل وخلاص، العلاج في تنظيم الأكل وتوقيته. إزاي الصيام يبقى أداة علاج؟ الصيام يبقى أداة علاج لما يتحول من مجرد امتناع لفترة لنظام ذكي للجسم. البداية الهادية للفطار بتطمن الخلايا وما بتعملش صدمة. وجود البروتين بيخلي الطاقة ثابتة وما يعملش القفزات المفاجئة. حساب النشويات اللي داخل يخلي السكر يمشي في خط مستقيم، لا طالع قوي ولا نازل فجأة. السحور المنتظم بيمنع الجسم يدخل في حالة ضغط أو دفاع. بالطريقة دي الصيام ما يبقاش تأثيره لحظي، الصيام بيشتغل من جوه ويبدأ يرجع حساسية الأنسولين بشكل حقيقي ومستقر. الخلاصة، الصيام مش حرب مع الجسد، الصيام فرصة نصلح طريقة تعاملنا معاه، ولما التعامل يتصلح السكر بيهدى والجسم بيشكرك. استنوني في حلقة جديدة من برنامج صيامك صح، ودلوقتي أسيبكم مع النظام الغذائي لليوم ال13. سلام عليكم.